وسهلا بحضراتكم. هتكلم النهاردة عن الزمالك وأرض الزمالك في أكتوبر. موضوع أرض الزمالك موضوع كبير وصعب جدا، وإنه الموضوع راح من النيابة للجهاز الكسب المال غير مشروع. اعرف إنه ده ليفل الوحش. الموضوع ده طول ما هو راح لجهاز المال لجهاز الكسب المال الغير مشروع، اعرف إنه هو ده ليفل الوحش، لأنه الجهاز ده هو أعلى جهة قضائية في مصر. وبيأكد إنه النيابة متيقنة يقين تام وعندها الأدلة والمستندات إنه في فساد وإهدار مال عام. الكارثة الأكبر في الموضوع إنه تم بيع أجزاء من الأرض بأقل من سعرها، بداعي إنها هتبقى مباني تجارية رغم عدم ترخيص الأرض أساسا. يعني الأرض ما لهاش ترخيص. الزمالك أخذ 780 مليون جنيه من الجهات اللي باع ليها الأرض، رغم إنه الجهات دي ملهاش دعوة بالنشاط الرياضي نهائي، ملهاش دعوة بالنشاط الرياضي نهائي. الجهات دي منها بنوك ومنها جهات حكومية، والمسؤولين عن الأماكن دي هم نفسهم في التحقيقات هيتجابوا في التحقيقات ويدخلوا في القصة، وهيتقال لهم انت دفعت بناء عن ايه؟ يعني انت دفعت الفلوس دي بناء على ايه يعني؟ وانت دفعت ليه ومفيش موافقة رئاسية على الانشاءات دي اصلا؟ وهيتقال لهم ايه علاقتك بالزمالك؟ وهل دفعت او سهلت الموضوع ده عشان علاقتك بالنادي؟ يعني هل انت ليك علاقة او في استثمارات في النادي معاك في النادي؟ لو معاك استثمارات في النادي هنقوله ماشي، بس انت بتلعب في ارض حكومية، مش ارضك، مش ملكك، دي ملك دولة. لازم يجي موافقة من رئيس الجمهورية، القائد الاعلى. لازم تيجي موافقة من القائد الاعلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. انت ما جبتش موافقة من جهات الدولة، يبقى انت بناء عن ايه انك انت تبيع الارض دي؟ دي ملك دولة، دي ملك وملك غيري، انت تبيعها على ايه؟ فالموضوع كبير قوي وهيمس